الدولي لكرة القدم فيفا عبر موقعه الرسمي قام بتهنئة الأهلي السعودي بتسجيل رقم قياسي عقب عدم الخسارة في الدوري في 37 مباراة كأول ناد آسيوي يحقق هذا الإنجاز. طبعا المزيد من التفاصيل في تقرير مديار رضوان. خبر تهنئة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على موقعه الرسمي لنادي الأهلي بمرور 37 مباراة دون خسارة في بطولة الدوري كأول ناد آسيوي يحقق ذلك، خبر يستحق الإشادة والشكر لكل من ساهم فيه من رجالات الأهلي لاعبين كانوا أم إداريين وصولا إلى مجانينه. فالأهلي كيان لا تغيب شمس إنجازاته عن نهار محبيه ليروي ظمأهم بكأس أو برقم قياسي يطيب الخاطر. عشاق الراقي يحق لهم التفاخر والتباهي، فهو كيان لا يعتمد فقط على كرة القدم وسيطها بل تجاوزها بعدة جوانب، فهو حاضر منافس قوي على جميع الأصعدة. الدليل لا يخفى على أحد، فبالإضافة إلى إمتاع محبيه بالألقاب والأرقام هناك نشاطات لا تتوقف لتزيد من بريق شعار النادي كلما أتيحت الفرصة. ومن يستصغر هذا الرقم عليه فقط مراجعة سجل الأهلي في كل المسابقات، إضافة إلى مجهود كبير بذل من مسؤوليه ولاعبيه ساهم في تنامي ثقافة جمهور الراقي، فترجم بحضور ومؤازرة دائمة وأعطى صورة بهية لكل منتم لهذا الكيان. الرقم 37 قابل للزيادة، والحديث هنا ليس فقط عن تهنئة على موقع الفيفا بل هو نتاج عمل طويل الأمد، فالنجاح تطلب وجود عدة عوامل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: إدارة رزينة، مساندة جماهيرية، دفاع صلب، وممولون على أعلى مستوى، ممولون لمن يتقن حسن الختام بالشباك. فأضحت الخسارة منسية وأسوأ النتائج تقاس بالتعادل. أما ثقافة مجانين الأهلي فهي لا ترتبط بالفوز والخسارة بل يربطها حالة انتماء وحب متوارث. فالأهلي رقم صعب في سجل الدوري كما حقق رقما قياسيا من الصعب أن يتكرر قريبا. مديار رضوان، صدى الملاعب.